مرحبا بكم متابعينا الكرام. إذن وكما أكدنا لكم سابقا المنخفض الجوي سيعود بقوة كبيرة مع نهاية هذا الأسبوع وسوف يستمر إلى غاية يوم الاثنين على الأقل، وذروة هذا المنخفض ستكون يومي الجمعة والسبت 17 و 18 جانفي، أين سوف تتساقط الثلوج والأمطار بكميات معتبرة جدا تقريبا بأغلب المناطق الشمالية والداخلية للوطن، والحالة تبدو قوية نوعا ما، ومناطق كثيرة قد تكون معرضة لخطر الفيضانات، وأيضا بعض المناطق قد تتراكم فيها الثلوج بكميات معتبرة نسبيا. وآخر التحديثات من النماذج الرقمية العالمية للطقس تشير لاستمرار تمدد المرتفع الجوي فوق شمال أوروبا، ليحتل بذلك مساحات واسعة من غرب ووسط وحتى شرق أوروبا، واشتداد المرتفع الجوي شمالا ومن كل الجهات تقريبا يعني استمرار دوران المنخفض الجوي العالق بالحوض الغربي للمتوسط وبالقرب من الجزائر. هذا المنخفض الجوي سوف يدور حول نفسه وعكس عقارب الساعة ليتحرك من تونس شرقا نحو المناطق الوسطى والشرقية للجزائر، وقد يمتد إلى الولايات الغربية أيضا، وهذا المنخفض سوف يبلغ ذروته وسيكون أكثر قوة يومي الجمعة والسبت، أين سوف تتساقط الأمطار بأغلب الولايات الشمالية وحتى الداخلية للوطن. بالنسبة للأمطار وحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدينا، من المحتمل أن تكون أكثر قوة بالولايات الوسطى والشرقية وبمناطق الوسط الغربي. الثلوج هي الأخرى سوف تتساقط بأغلب المرتفعات الداخلية للوطن، وستكون أكثر كثافة بالمرتفعات الوسطى والشرقية وبمناطق الأوراس والهضاب العليا، وحذر مناطق كثيرة قد تكون معرضة لخطر تشكل الفيضانات بشكل مفاجئ مع خطر تساقط حبات البرد من مختلف الأحجام، والتوقعات تشير لتساقطات مطرية بكميات معتبرة تتراوح ما بين 5 حتى 180 ملم كمعدل تراكم إلى غاية يوم الاثنين، والسواحل الوسطى والغربية قد تستقبل كميات معتبرة من الأمطار والتي ستكون مصحوبة بعواصف شديدة جدا مع هبات رياح قوية وانخفاض كبير في درجات الحرارة. وكما قلت درجات الحرارة قد تنخفض إلى تحت الصفر بكل المناطق الداخلية للوطن، وقد تصل إلى نقص 4 درجات تحت الصفر ببعض المناطق، وبالتالي الشتاء سيعود مرة أخرى مع نهاية هذا الأسبوع مع عودة الأمطار والثلوج والأجواء الباردة. وكالعادة أكثر تفاصيل ترقبوها لاحقا وفي الفيديو القادم. هذا كله ويبقى العلم لله وحده.